السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث في هذه التفاسير بصيغة المذكر، ونفس التفسير للإناث، وإذا خصصت فهو لما خصصت له. رؤيت في حلمك أنه إن سرق منك مال وهاتف، تفسر على حزن سيصيبك بسبب أخبار سيئة، أو ستفشل في أمر ما، أو خطوبة ستفشل، أو مشاكل زوجية للمتزوجين في بعض الأحيان، أو أمر آخر محزن سيكون. ورأيت في حلمك أنه كان عندك مال في حقيبة، وشخص يريد سرقته منك، ولكنك لم تدعه يسرق منك المال، تفسر على أنك ستكاد تفشل في هدف تسعى من أجله، ولكن ستنجح فيه، أو ستتجنب الحزن بسبب مشاكل ما ستتجاوزها، أو خطوبة تكاد تفشل بسبب مشاكل ما ولكنها ستنجح، أو أمر آخر يكاد يحزنك ولكن ستنجح فيه. هنا نصل نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.